مرحبا نعمان. أهلا أهلا. نعمان، وجهك متسخ. متسخ؟ ماذا تعنين؟ وجهك متسخ، ربما من طعام الفطور. يجب عليك أن تذهب وتغسله جيدا يا نعمان. أغسله؟ أنا غسلت وجهي. إذن أنت لم تغسله جيدا يا نعمان. كل شيء يكون أحلى عندما يكون نظيفا. كل الأشياء تتسخ، ولكن ينبغي علينا أن نغسلها جيدا. فاطمة. نعم. مثل ماذا؟ كل شيء. النوافذ تتسخ فنغسلها، السيارة تتسخ فنغسلها، وكذلك بالنسبة ليديك ووجهك. ينبغي عليك يا نعمان أن تعتني بنفسك وتغتسل جيدا. أعتقد أنك على حق، سأغسل وجهي جيدا. فكرة حسنة، مع السلامة. أهلا. مثل النوافذ. أنا رأيت هشاما مرة يغسل نوافذ دكانه بفرشاة طويلة. لحظة، هشام، تعيرني الفرشاة؟ النظافة مهمة في البيت وفي الشارع. النظافة النظافة النظافة. يا ترى متى يرجع أنيس؟ هي أنيس، عظيم، رجعت من السوق؟ رجعت، شكرا. عظيم يا أنيس، أنا جائع وأنا يا وأريد أن بد. آكل. طبعا. عظيم. اشتريت طعاما لي ولك. حسنا، ماذا اشتريت؟ حسنا، اشتريت لنفسي بعض خبز. تمام، وأنا؟ لك يا بدر. نعم. علبة زبدة. أحب الزبدة، شكرا يا أنيس، شكرا. عفوا. ولكن كيف آكلها؟ كلها بالملعقة. بالملعقة؟ هي أنيس. نعم بدر. هي أنيس، كيف طعم الخبز؟ كيف طعم الخبز؟ ليس لذيذا. ها؟ إنه خبز، لكن طعمه ليس لذيذا بدون زبدة. معك خبز ومعي زبدة. يا أنيس، لماذا لا نتعاون؟ ما رأيك؟ ها؟ بدر، أنا مشغول. اسمع. لا أسمع. اسمع يا أنيس، ما رأيك لو أعطيتني قطعة خبز؟ ها؟ لن تحبه يا بدر، طعمه ليس لذيذا. نعم صحيح. نعم. لكن يمكن أن أضع الزبدة عليه. صح. وتعرف ماذا سيكون بدر؟ نعم. يكون عندك شطيرة زبدة. صح. بدر، ماذا؟ عندي فكرة ممتازة. قل، ما هي؟ انتبه. نعم. مثلا فقط أعطيتك قطعة خبز. نعم. وتضع عليها زبدة. نعم. ستأكل الزبدة مع الخبز. صحيح. وأيضا مثلا أنت تعطيني زبدة. نعم. أضعها على الخبز. نعم. سآكل الخبز مع الزبدة. عظيم. فكرة ممتازة. هذا ما أسميه التعاون. يعني التعاون. فكرة عظيمة. نعم. صح. نعم صح. هيا نبدأ. تمام، نبدأ. هيا. خبز لذيذ، الزبدة تمام. ممتاز. ها؟ صح. معك سكين؟ نعم معي سكين. عظيم. يا سلام. زبدة. أسمع، ما ألذ. وخبز، يا سلام. عظيم. يكفي. تمام. يكفي. الآن لحظة، قطعة خبز فوقها. نعم، نضع فوقها. عظيم. والآن اقسمها نصفين. يا سلام، ما ألذ. حسنا، والآن أعطيني نصفها وخذ النصف الآخر. تمام، نصف لك يا بدر. شكرا. تمام. ما ألذها يا أنيس. لذيذ، أليس كذلك؟ وقعت قطعة على الأرض. زبدة ممتازة جدا. ولكن وضعنا كثيرا من الزبدة هنا. بدر؟ نعم، لا يهم. لذيذ يا أنيس، لا يهم. تعرف ماذا بقي يا بدر؟ ماذا يا أنيس؟ أن نجد ولدا جائعا معه حليب. صحيح. يعطينا الحليب ونعطيه الزبدة والخبز. عندما كان الحرف ميم صغيرا ذهب إلى المدرسة مع الحروف الأخرى. ذات يوم تكلم عن نفسه أمام تلاميذ الصف. تكلم عن المثلثات والمربعات
وأيضا المستطيلات. قال: أنا الحرف الأول في كلمة ملعقة وفي كلمة مقص. وفي يوم ممطر مرض الحرف ميم، لأنه سار تحت المطر بلا معطف أو مظلة. ودخل الحرف ميم مستشفى المدينة. حزن أصدقاؤه وأرسلوا له رسائل فيها صورهم، كما أرسلوا له موزا ومنديلا جميلا نظيفا كتبوا عليه اسمه. تعلم الحرف ميم درسا مهما: عندما تتحسن صحته لن ينسى معطفه أو مظلته في الأيام الممطرة. صارت أمه فخورة به. الحرف ميم مطيع جدا. ميم. حسن، سنبدأ الآن. حين نظف هشام نوافذ دكانه استعمل هذه الفرشاة. نعم، استعمل فرشاة طويلة مثل هذه. أنا سأغسل وجهي بهذه الفرشاة الطويلة. ماذا تفعل يا نعمان؟ أغمس هذه الفرشاة في الدلو. هل ستغسل شيئا؟ نعم، سأغسل وجهي. ماذا؟ تغسل وجهك بهذه الفرشاة؟ ولكن ليست هذه طريقة لغسل الوجه يا نعمان. لماذا؟ مرة هشام غسل نوافذ دكانه بهذه الفرشاة. أعرف ذلك، ولكنك لا تستطيع أن تغسل وجهك بهذه الفرشاة التي نستعملها لغسل النوافذ. فهذه الفرشاة يا نعمان قاسية وكبيرة وشائكة، وليست هذه طريقة لغسل الوجه. ليلى. نعم؟ أعتقد أنك على حق. سأفكر بطريقة أخرى. هذا حسن يا نعمان. هذه الطريقة لم تنفع. أذكر أنني رأيت مرة فاطمة تغسل ثوبها الوسخ. يمكنني أن أستعمل هذه الطريقة. نعم. ميم. ميم. هيا انظروا وانتبهوا ثم احذروا. هيا انظروا وانتبهوا ثم احذروا. هذه التي ترونها أوضاع تعرفونها، من بينها مجموعة فيها شبه وواحد مختلف لا ينتمي لهذه المجموعة. هيا انظروا هيا احذروا. ما ذلك الوضع الذي لا ينتمي؟ ما ذلك الوضع الذي يختلف؟ إن تحذروا أو تعرفوا مرحى لكم وتلك كل القصة. بالتأكيد لاحظتم وضع الطفل المبلل الذي لا يحمل مظلة. إذن جوابكم صحيح. مغلق. مغلق.
مغلق. مغلق. هيا نبدأ. أذكر أن فاطمة حين غسلت ثوبها وضعته في الغسالة مع مسحوق من الصابون ثم أدارتها. لنرى الماء هنا. وهذا هو الصابون. الآن أدير الغسالة. كل ما يجب أن أفعله الآن هو أن أضع وجهي في الغسالة فيصبح نظيفا مثل ثوب فاطمة. نعمان، ماذا تفعل يا نعمان؟ هل ستضع وجهك في الغسالة؟ أهلا نعم. نعم؟ نعم، أرأيت على وجهي وسخ فتذكرت أن فاطمة غسلت ثوبها في الغسالة. نعمان، الحمد لله لأنني وصلت في الوقت المناسب. نعمان، هذه الغسالة لغسل الملابس فقط يا نعمان، وليس الوجوه. يجب أن لا تضع وجهك أو يديك في الغسالة أبدا، فهمت؟ أبدا. الملابس فقط مثل هذه. والآن فهمت؟ أظن أنني لا أستطيع أن أغسل وجهي كما تريد فاطمة. الماء كالأقمار، حلو النجم كالأزهار. الماء كالأقمار، حلو النجم كالأزهار. عال فوق الناس، الماء كالألماس. الماء كالأقمار، حلو النجم كالأزهار. نجم جميل. رائع. الماء كالأقمار، حلو النجم كالأزهار. الماء كالأقمار، حلو النجم كالأزهار. عال فوق الناس، الماء كالألماس. الماء كالأقمار، حلو النجم كالأزهار.
نور. واو. هذه رأس الخيمة. أي خيمة؟ لا أرى خيمة. رأس الخيمة اسم مدينة في دولة الإمارات. بابا أخذني معه إليها مرة. سأقول لأبي أن يأخذني إليها. لماذا؟ لأنها جميلة. انظر اللقلق. الماء النظيف ينظف كل شيء. انظر إلى المرآة. إنها متسخة ومغطاة بالغبار. لا أقدر أن أرى وجهي فيها، ولا أقدر أن أرى الوسخ. الأفضل أن أنظف المرآة. سأجرب. إذا غسلت المرآة بالماء الساخن والصابون والإسفنجة ستكون نظيفة وجميلة. هذه هي الطريقة يا نعمان. نعم، هذه هي الطريقة. ماذا؟ طريقة ماذا؟ الإسفنجة أو الليفة والصابون والماء. هذه هي طريقة غسل الوجه يا نعمان. الأشياء هذه لغسل الوجه؟ أنا كنت سأغسل بها. طبعا لغسل الوجه. نعم. انظر يا نعمان، هذه الطريقة لتنظيف المرآة. انظر. يا سلام، يا سلام. انظر، الآن أصبحت نظيفة. صح، أستطيع أن أرى وجهي جيدا. سأنظف وجهي حالا. أيها السيدات والسادة، نقدم إليكم سبلاشو العجيب. نعم، تقدم يا سبلاشو. والآن راقبوا سبلاشو العجيب وهو يصعد إلى قمة هذا السلم ويقفز من المنصة إلى أسفل الحوض. تقدم يا سبلاشو. ياه، سبلاشو عند أسفل السلم. حاول مرة ثانية يا سبلاشو العجيب. نعم سيداتي وسادتي، انظروا إلى سبلاشو وهو يصعد إلى القمة. إنه على السلم الآن. نعم سبلاشو، اقفز من الأعلى إلى الأسفل. القرود تصيح بأصوات مضحكة. هل هذا كلامها؟ القرود لا تتكلم.
سيداتي وسادتي، انتبهوا لي من فضلكم. هذا هو سبلاش العجيب، والآن أمام عيونكم انظروا كيف سيقفز سبلاش العجيب من المنصة إلى الحوض تحت. تقدم يا سبلاشو. هاي، متى ستضع ماء في الحوض؟ املأه بالماء قبل أن أقفز. كنت سأملأه بالماء بعد أن تقفز. ولكنني أريد الماء قبل أن أقفز. ظننت بعد القفز. لا، قبل. بعد. قبل. حسناً، قبل. أحبائي، أكتب لكم من مدينة طرابلس. طرابلس هي عاصمة ليبيا. زرت فيها الساحة الكبيرة، ساحة الشهداء، ورأيت برج الساعة والسرايا القديمة وسوقها الشعبي. هي مدينة جميلة وأهلها طيبون. ميم ميم. هذه هي صحيفتك المفضلة. تفضل. شكراً. عفواً. اشتريت صحيفة ولم يبقى إلا واحدة غير هذه عند هشام. سأقرأ صفحة الرياضة. ترى ما نتيجة النعمانيين في مباراتهم الأخيرة بكرة القدم؟ خسروا. مرحبا نعمان. أهلا أهلا. إلى أين؟ أريد أن أشتري جريدة. يجب أن تسرع، لم يبقى إلا واحدة عند هشام. مرحبا نعمان. أهلا حمد. لا أقدر أن أتوقف، أريد أن أشتري جريدة. حمد وعبد الله يريدان أن يشتريا جريدة، ولم يبقى إلا واحدة عند هشام. ترى ماذا سيحدث؟ أنا وصلت قبلك، أعطني الجريدة. لن تصل قبلي يا عبد الله. أعطني الجريدة. لن تصل أنا قبلي. قبلك. لن تصل قبلي. تخيلت أن عبد الله وحمد يتشاجران بسبب الجريدة، وهذا ممكن أن يحدث. الأفضل أن أذهب وأمنعهما. حمد، عبد الله، توقفا، لا تتشاجرا بسبب الجريدة. ماذا حدث لك يا نعمان؟ أنا لا أريد أن أراكما تتشاجران بسبب الجريدة. نتشاجر على جريدة يا نعمان؟ أنا أعرف أنها آخر جريدة عند هشام، ولا أريد أن تتشاجر عليها. نعمان، نحن لا نتشاجر عليها. لا تتشاجرا؟ لا أبدا. صحيح أنها آخر نسخة من الجريدة، لكننا قررنا أن نتشارك فيها. حمد يأخذ نصفا وأنا أخذ النصف الآخر، وبعد أن ننتهي منهما أنا أعطيه النصف الذي معي وأخذ النصف الذي معه. الحمد لله، أظن أنني حللت المشكلة. هشام، نعم. هل بقيت معك صحف؟ لا. لا يا خليل،
لا نريد شجارا. خذ جريدتي، خذ. شكرا. الحمد لله، أظن أنني حللت المشكلة. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ثاء راء زين سين شين صاد ضاد طم طم عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء ياء. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ثاء راء زين سين شين صاد ضاد طم طم عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء ياء. خرجت من خيمتي في منى وأطللت على الحجاج. يا له من منظر. منى تقع قرب مكة المكرمة. الحجاج يرمون، هم يرمون الجمرات، وهي في منى أيضا. كلهم مسلمون جاءوا إلى هنا من كل بلاد الدنيا. الله. افتح يا سمسم من إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لدول الخليج العربي بالتعاون الفني مع